عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد وبنة جديدة. اليوم باش نعملوا مع بعضنا خبز تهوية بمكونات اقتصادية وفي متناول الجميع، وأي حاجة غالية نقولكم باش تحوضوها بحاجة ما أرخص، والبنة هي. المرحلة الأولى باش نحضروا أنساغ بالفرامبواز. المرحلة هذه نجموا نستغناو عليها كيف ما نجموا نعوضوا الفرامبواز بأي غلة أخرى. نبداو بزوز مغارف صغار جيلاتين عليهم 80 غرام ماء بارد، وفي طنجرة ولا كسرونة صغيرة نحطو 500 غرام فرامبواز عليهم 50 غرام سكر، نزيدو عليهم عصرة باهية قارص ونحطوهم على نار متوسطة دوب ما يبداو يغليون، بعدوهم على النار. كيف ما سبق وقلت لكم ان المرحله هذه نجموا نستغنيو عليها، نجموا نعوضوا لانسيغ بمعجون، باي معجون نحبوا عليه، والا نجموا نحطوا كعبات فرامبواز ديريكت ما غير نعملوا انسيغ. نجموا نلقاو برشا طرق اخرين كيف ما نجموا نعوضوهم بالفاكهه باي حاجه اخرى. بعد ما طاب عنا الفرامبواز نزيدوا عليه الجيلاتين اللي ديجا حضرناه من الاول، ونجموا نخلطوا بالمغرفه بالباهي. انا اخترت انه نخلطهم بالميكسور بلونجون. نجموا زيدا تصفيو المزيج هذا، انا مش نصفيه باش نخليه كيف ما هو، ونجيب قالب هكا حضرته تحته بابي سولفيريزي وحطيت في وسط الانسيغ باش نخليه ليله كامله في الكونجيلاتور. نتعداو للمرحله الثانيه وهي عباره على تحضير الكريم موسلين والكريم الاخرين. بيان سور نجموا نستغنيو على اي وحده منهم. الكريم موسلين بيان سور نستحقوا الكريم باتي اللي هي الكريمة عربي متاعنا. تنجموا تستعملوا المقادير اللي مستانسين تستعملوهم، ولا تبعوا الروسيت هذه اللي باش نعطيها لكم. انا استعملت 750 غرام حليب، وزدت عليهم 100 غرام انشي، وعليهم كعبتين عظم و100 غرام سكر. انا عملت المقادير هذه باش تجي شاده روحها اكثر من العاده، باش تجينا الكريم متماسكه اكثر. العظم بالطبيعة نعملوه في صحفة باش ما يتيحلناش قشرة وإلا تطلعش عظمة فاسدة. كي نختاروا الخليط متاعنا الكل نحطوهم على نار هادية ونقعدوا نخلطوا حتى يكشي اللي تعقد عنا الكريمة متاعنا. نزيدوا عليها وقتها السكر وشوية ماء ورد وإلا ماء عطرشية ولا ماء زهر، أي نكهة تحبوها. فما شكون يعمل الكريم باتيسير بالابيض العظمه، فما شكون يعمل باصفر العظمه، وانا نعملها بالزوز. الفرق انه بابيض العظمه هذيك يخلي الكريم تاعنا تسيب الماء متاعها بعد نهارين هكاك. انا ما يقلقنيش خاطر بطبيعتها الجاتو باش تتاكل في نهارين، خاطر ما تنجمش تصبر اكتر من نهارين ثلاثه. كيف ما تراو عقدت عنا الكريمه متاعنا، زدتها السكر والماء الورد. من بعد نحطها على فيلم اليمونتير ونغطيها، نخلي الفيلم يمس الكريم على الاخر باش الهواء ما يخليش عنا اكل قشره اللي تولي تشيح بعد وتفسدنا الكريمه متاعنا. الكريمه لازم تكون بارده بالباهي. انا هوني خليتها ليله كامله. تو باش نبداو نعملوا الكريم موسلين. نستحقوا 300 غرام زبده بحراره الغرفه، و200 غرام بيستاش رحيته على الاخر. البيستاش نجمو نعوضوه بالاغام تاع البيستاش، والا نجمو نحطو كعبه بيستاش عادي ما يقلقوش، ونحطو نجمو كولوران الفير. نحطو الكريمه متاعنا في الخلاط، نخلطوها بالباهي ونزيدو عليها الزبده بشوي بشوي، وفي الاخر نزيدو عليها البات نتاع النوازيت ولا الاغام ولا اللي نحبو احنا. من بعد نحبيهم في البوشادوي باش يسهلوا لنا عمليه المونتاج نتاع الخبز الهواء متاعنا. توا باش نعمل كريم ماسكاربون. المرحله هذه زايده على الاخر، تنجموا ما تعملوهاش جمله، اما جوست حبيت نعطيكم فكره نتاع كريم اخرى. الحق بينا انا اكثر كريم تعجبني هذه، وسهله وتنجموا تستعملوها في برشا حاجات اخرين في الفيغي، في تيراميسو، في اي حاجه اخرى. الحكايه الكل هي حكه ماسكاربون تاع 250 غرام، زيدوا عليها 5 ولا 6 مغارف سكر محور، نغرب لهم مليح ونحطوهم يدوروا في الروبو سيتو. نتعداو للمرحله الثالثه اللي هي المونتاج. نبداو نحط كريم من اللوطه باش نجم نشد بها البسكوي متاعنا. نحط طبقه كامله متاع بسكوي النوع اللي نحبوا عليه. من بعد نسقيوها بشويه حليب والا قهوه والا جو، اي حاجه. المهم يتبل معنا البسكوي متاعنا. انا هوني اخترت الحليب على خاطر المطعم تاعو نوتخ، مش باش ياثر لي على مطعم البيستاش نتاع الكريم بيستاش اللي عملناها. من بعد نحطوا طبقه نتاع الكريم موسلين بالبيستاش، ونعاودوا نحطوا البسكوي مره اخرى ونسقيوها مره اخرى زاده بالحليب.
نجم نكملوا بالطريقة هذه للنهاية حتى نكملوا الجاتو متاعنا. اما انا باش نزيد الكريم اللي عملناها متاع الماسكاربون، ونزيد لانسيغ اللي عملناه في المرحلة الاولى، ونكمل بعد بالكريم موسلين. خبز الهوية كيف ما تنجم تكون بسيطة برشا، كيف ما نجم نعقدوها زادا، كيف ما انا توا نسمع عقدتها شوية جوست للمناسبات الخاصة. هوني عندي عيد ميلاد، هذيك علاش حبيت نعمل حاجة سبيسيال شوية، عملت فيها الكريم ماسكاربون، الكريم موسلين، لانسيغ بالفرامبواز. كيف ما نجمو نستغنيو على الكريم هذا الكل نعملو كريمة عربية كهو، نجمو نزيدو عليها اغوم ولا اي كولورون نحبوه، ولا نخليوها نوتر كيف ما هي. مادام ما عناش جينواز معناها نجمو نتصرفوا كيف ما نحبوا ونتفنوا اكثر في الخبز الجاتو متاعنا. انا هوني اخترت الفرامبواز والبيستاش على خاطر كومبينيزون تعجبني برشا وبنينه، تعطي روندو باهي. كيف ما تنجموا تستعملوا اي حاجه اخرى، اي غله اخرى، اي فاكهه تنجموا تخليوها نوتر كيف ما تحبوا. هوني كملت غلفت الجناب وحطيتها في الفريجيدير، وبعدها باش نتعدى المرحله الاخيره وانه هي التغليف نجموا نستعملوا البيستاش كيف ما هو، كيف ما نجم نعوضوه باللوز الابيض ونهروشوه ونزيدوا عليه الملون الاخضر يولي تقول عليه عنا بيستاش، وزيد نجم نزيدوا معاه لاغوم تاع البيستاش تولي عنا الوغلا بيستاش بالضبط. من بعد نجم نكتبوا عليه اللي نحبوا. انا هوني عندي انيفرسير كيف ما قلت لكم، وكتبت جويوز انيفرسير وزدت عليهم كعبات فرامبواز للزينه في الكوان، وهكيك يطلع عندي اللون الاحمر والاخضر كومبينيزون مزيانه برشا. وهكا كانت البنة متاعنا متاع اليوم، خبزة هواء بالبيستاش والفرامبواز، حاجة بنا تعمل الكيف. ان شاء الله تكون عجبتكم النتيجة، وان شاء الله تجربوها وتبعثوا لي التجربة متاعكم. ما تنسيوش تشتركوا بالقناة وتعملوا جيم وكومنتير، وان شاء الله بالشفاء والهناء.